السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده بقى نعمل مع بعض كيكة ونعملها جاتوه. معانا المقادير بس كده. معانا كوبايتين دقيق اهم، شوب زي ما انتم شايفينهم كده، ومعايا كوباية مية، ومعايا يعني كوباية الا ربع سكر على حسب الرغبة طبعا. بالمنظر ده احط بس الدقيق، احط المواد الجافة لوحدها المنظر ده. طبعا انا نخلاها كذا مرة بالمنظر ده. تمام. احط البيكنج باودر بالمنظر ده، يعني على حسب، عايز تحطي معلقة، عايز تحطي الكيس كله. نقلب المواد الجافة بس لوحدها كده بالمنظر ده. احط بس السكر، ما يكونش خشن قوي. احط كوباية المية، احط المواد السائلة لوحدها، المواد الجافة لوحدها. احط كمان نص كوباية مية المنظر ده، يبقى كوباية ونص المنظر ده. ونقلبهم بقى كده مع بعض، نفضل نقلب كتير كتير كده. نحط رشة فانيليا سايلة كده، يعني احنا مش حاطين بيض ولا حاجة، بس ايه اهو المنظر ده. نحط بس رشة كده تدي برضو ايه ريحة كده. نقلب بقى السكر قوي لحد ما يدوب المنظر ده. نقلبه كتير كتير كتير. معلش هفصل الفيديو، فصلته بس عشان مبقاش. بصوا السكر داب خالص بالمنظر ده. حط بقى نص كوباية او تلت كوباية زيت. الزيت حلو كده، يكون ريحته حلوة بالمنظر ده كده. طبعا فضلت اقلب كتير، فصلت ال الصوت ورجعت تاني المنظر ده. المواد الجافة بقى معايا كده، كنت نخلاهم وهنخلهم تاني. كل ما تنخلي فيه يديكي يعني الهواء يدخل فيه كده ويديكي نتيجة حلوة في الكيك. احط الخل كده، معلقة خل كبيرة بالمنظر ده بالمنظر ده كده. معلقة بس كبيرة محترمة كده، بما اننا ما حطيناش بيض ولا حاجة. هو يعني مادة مرتفعة معانا. تمام. هتعجبكم قوي واقتصادية وحلوة قوي قوي قوي. احط ربع مع يعني سنة كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سنة كده هتيجي في بالي اهو بس احط بقى، اعمل بس دقيق كده وانخله بيكربونات صوديوم. كربوناته يعني حاجة بسيطة، سنة كده على حرف المعلقة بيكربونات صوديوم. طبعا احنا حاطين بيكنج باودر في الاول، وحطينا دلوقتي بيكربونات صوديوم سنة كده يعني على حرف المعلقة. يعني مادة متفاعلة برضو مع الخل، يعني تعلي طبعا مش مؤذية ولا حاجة، ده هي حاجة بسيطة جدا يعني. حطي شعرية كده. طبعا حطينا الملح بتاعنا مع الدقيق، وحطينا كل حاجة بالمنظر ده ونخلناه بالمنظر ده. احنا عملنا اكتر من مرة مع بعض الكيكة الاقتصادية، وعملناها مع بعض كتير بالشوكولاتة. لأول مرة هنعملها مع بعض ايه فاتحة الكيكة الاقتصادية انما احنا عملنا مع بعض كيكة الزبادي فاتحة كده، وعملنا كيكة
الشاي اللي هي كل يوم اللي هي بالحليب والبيض وكده، انما دي كيكة اقتصادية بالمنظر ده كده. نعملها في صينية كبيرة عشان انا مش عايزاها عالية قوي، وعايزاها تبقى فاتحة كده وحلوة، وعايزاها تبقى مربعة في نفس الوقت. انزل بس اللي بواقي الكمية دي بمعلقة السيليكون بتاعتي اهي بالمنظر ده. واللي وصل معايا لحد هنا يحط لي اللايك فضلا وليس امر. اعذروني على صوتي، عندي برد، ربنا يشفينا ويعافينا. المنظر ده كده. الصينية بتاعتي طبعا مولعة الفرن على 180 درجة، حطيتها في الفرن بقى، ومعايا معايا بقى الكريمة بتاعت، طبعا احنا كلنا عملتها اكتر من مرة مع بعض. كوباية مية متلجة قوي مع كوبايتين كريم شانتيه، كريم خام. بصوا يديك الحر في المنقار ده اهو. ولسه هحطها في التلاجة كمان على بال ما الكيكة بتاعتي يعني تخلص وتبرد كمان. معايا الكيكة بتاعتي اهي. انا معايا سيرب كده او عصير كمبود او يعني اي حاجة، عسل ابيض بالمنظر ده. انا سقيتها بالمنظر ده. معاكي اي كيس حلواني او اي كيس عندك بتاع الخضروات، اي حاجة يعني. المهم ان احنا ايه نعرف بس نسيطر على الكريمة بالمنظر ده. بصي باي حاجة عندك، انا عندي السكينة بتاعت الحلويات بالمنظر ده. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فردتها بقى بالمنظر ده. وده كان معانا بقى ايه، عملنا جاتو اقتصادي يعني. ما عندكيش اي حجة هتقومي تعمليه فورا، اول ما تشوفي الحلقة دي هتقومي تعمليه. بص بقدر الامكان كده انا يعني قطعته بالطول اهو، زينته كمان. طبعا هي مش محتاجة يعني، حطيت روزتات كده وحطيت عليهم الشوكولاتة، ومعانا الشيكوبون والحاجات الحلوة دي، وخلاص. هي دي صينية الكيكة بتاعتنا، يعني نقول عليها جاتو بقى، جاتو اقتصادي. ويا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.